السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يبقى امام الرجاء. انت اللي بغيتي الرقم واحد السي مصطفى السكادي. الراك في اولى جولته بالدوري الاحترافي غيواجه الكوكب المراكشي. فريق النهضه البركانيه غادي يواجه فريق اتحاد طنجه. شباب الحسيمي حسنة اكادير. المغرب التطواني اولمبيك اسفي. الدفاع الحسن الجديد امام شباب اطلس خنيفره. فريق الوداد الرياضي البيضاوي يستقبل فريق الفتح الرباطي. والجيش الملكي امام نادي سريع واتزم. هذوما يعني السي مصطفى السكادي، شنو التعليق ديالك؟ وغتبدا اكيد باللقاء الاول. فاش كنشوف هاد المقابلات تيبان لي مقابلات كلها صعبه وما يمكنش تكهن بشي نتيجه قبل. نعم دابا كنتابعوا الجوله الثانيه اللي بخلال الرجاء يواجه الجيش الملكي من لقاء القوي الكوكب اولمبيك خليبكا اتحاد طنجه الراك حسنة اكادير النهضه البركانيه اولمبيك اسفي شباب الحسيمي شباب اطلس خنيفره المغرب التطواني الفتح الدفاع الحسن الجديدي سريع والزم اللي غيستقبل فريق الوداد. امامنا الجوله الثالثه الرجاء الكوكب اولمبيك خليبكا اتحاد طنجه الراك حسنة اكادير النهضه البركانيه اولمبيك اسفي شباب الحسيمي شباب اطلس خنيفره المغرب التطواني الفتح الرباطي الدفاع الحسن الجديدي سريع والزم الجيش الملكي امام الوداد. غنمشيو للجوله الرابعه الكوكب المراكشي الجيش الملكي اتحاد طنجه امام الرجاء حسنة اكادير اولمبيك خليبكا اولمبيك اسفي فريق الراك شباب اطلس خنيفره امام فريق النهضه البركانيه الفتح الرباطي الشباب الحسيمي سريع والزم المغرب التطواني الوداد امام الدفاع الحسن الجديدي. الجوله الخامسه الكوكب المراكشي اتحاد طنجه الرجاء حسنة اكادير اولمبيك خليبكا اولمبيك اسفي الراك امام شباب اطلس خنيفره النهضه البركانيه الفتح الرباطي شباب الحسيمي سريع والزم المغرب التطواني يستقبل الوداد والجيش الملكي امام الدفاع الحسني الجديدي. الجوله السادسه اتحاد طنجه الجيش الملكي حسنة اكادير الكوكب المراكشي اولمبيك اسفي الرجاء شباب اطلس خنيفره اولمبيك خليبكا الفتح الرباطي الراك سريع والزم النهضه البركانيه الوداد شباب الحسيمي والدفاع الحسن الجديد المغرب التطواني. كيفاش كتشوف المباريات سي بكاوي حنا كنواصلوا نتابعوا البرنامج؟ إذا المباريات في الواقع ان كل مباراه ان كل دوره انها بطوله. نعم. عندك مات يعني هذا الجوله السابعه، ولكن انه البدايه ديال المباراه والنتائج اللي غيتفرزها البدايه ديال البطوله هي اللي ربما غادي يكون عندها تاثير على ما تبقى من السيروره ديال البطوله. نعم. ولكن كل المباريات أنا بالنسبه لي في نفس المستوى. نعم. حتى فقط الطريقه باش تخصص بعض الارقام. نعم. كتعطي لك واحد ربما واحد الانسجام في البرنامج العام. نعم وهذا يعني السي مصطفى السكادي الفرق والانديه اكيد كنتمناو انه الاستعداد يكون استعداد جيد في بدايه الموسم. يمكن يعني اغلب الفرق خلات يمكن يعني الاطر ديالها والمدربين ديالها اللي يمكن انه يعني البدايه تكون موفقه ديال الدوري الاحترافي وحنا كنتابعوا باقي المباريات بما فيها اكيد الديربي تابعنا خلال الجوله العاشره اللي غيكون بين الوداد البيضاوي والرجاء. تفضل السي سكادي. تنظن بانه كره القدم الان كتطور في المغرب وخاصه في البنيه التحتيه وهذا اللي كيجعل المقابله تكون في المستوى وتنظن واحد المجال باش يكون واحد الاقبال جماهيري اللي باش ننجحوا هذه البطوله اللي المسؤولين كيديروا واحد المجهود كبير باش ينجحوها. نعم. اذا تنظن بانه المقابلات كيبانوا كلهم مقاربين غادي يكونوا كلهم صعب. نعم. اكيد والطموح ديال يعني مشترك ديال الانديه هو ليس فقط انه الفريق ينشط ولكن اغلب الانديه يمكن طموحها يمكن الموسم فروق اللي كان تدريب وداروا انتدابات وكان امكانيه